ايه رأيك لو جبنا منديل زي كده وفضلنا نقطع فيه لكذا حتة، وبعد كده مسكت كل الحتت اللي انا قطعتها دي وحطيتها في ايديا بالمنظر ده، وقعدنا نقول 1 2 3، ونيجي نفتح المنديل تاني نلاقيه ان هو رجع اكن مفيش اي حاجة حصلت خالص. النهارده انا مش بس هعمل فيك الخدعه، لا انا هعلمك ازاي تعملها بنفسك، تقطع الورقه وترجعها سليمه تاني. لو حابب تتعلم الخدعه السحريه وخدع فعلا تفضل في عقل اللي قدامك، يبقى انت لازم تشترك في القناه دلوقتي، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو بنزله، وتقدر تتابع معايا الفيديوز اللي انا هنزلها في الفتره اللي جايه. نسيت اعرفكم بنفسي، انا فادي جاكسون. انا هنا في القناه بعلمك الخدع السحرية وألعاب العقل، وبعلمك ازاي تدهش الناس بشوية حاجات بسيطة وبشوية إمكانيات بسيطة جدا وأدوات موجودة في كل بيت تقريبا. يلا بينا نشوف أنا عملت الخدعة دي ازاي. كل اللي انت محتاج بس منديلين أو ورقتين، فانت تقدر تعملها بالمناديل أو بالورق، بس أنا بحب المناديل بتبقى خفيفة كده، وهقول لك السبب دلوقتي. تمسك واحد من المناديل وتطبقه كده، تخليه عامل زي الكورة صغيرة، وتخبيها ورا المنديل اللي هيبان للناس. هتمسكها بالمنظر ده وتبتدي تقطع بقى كده، وتروح تحطها من ورا وتقطع تاني، وطبعا دي بتكون مستخبية في ايدك دي، وتقطع تاني، وبعد كده تروح ماسكهم كلهم كده وتكرمشهم كلهم مع بعض، بس تخلي الشوية اللي انت قطعتهم يكونوا موجودين في اتجاه واحد، يعني قدام المنديل اللي انت حاطه من ورا. بعد كده هتفتح ايدك، وطبعا بتعمل الطريقة بقى، يعني بتعمل سسبنس للشخص اللي انت بتعمل له الخدعة السحرية، وتقول له انفخ في ايديا، او 1 2 3 واتيفر بقى، تشوف اسلوبك انت في اللعبة هيبقى عامل ازاي. بعد كده بتبتدي تفتح المنديل التاني بس حتة حتة، وطبعا انت ماسك المنديلين سوا كده، وتفتح كده حتة حتة. هتلاقي نفسك طول ما انت بتفتح خلي اللي انت قطعتهم في اتجاه واحد، ويعني وانت بتبدل بايد وايد خليه كده، تروح ماسكها بالايد التانية، وتروح فارد المنديل الاولاني كده. طبعا الناس كلها تندهش، وانت سريع كده تروح انت عامل المنديلين كده، وتروح راميه في اي تراش بقى. بس كده.